النهارده هناخد ازاي تصلح عيوب البشرة باكتر من طريقة واكتر من اداة. فيلا بينا نتعلم ازاي نصحح عيوب البشرة. بصوا جايبه لكم كذا نموذج علشان اعلمكم ازاي تصلحوا عيوب البشرة. دلوقتي عندنا هنا الصورة دي واضحة جدا، في ريد اي، عين حمراء، يبقى على طول هندخل على مين؟ على انهي اداة اسمها ريد اي. اهي شايفين ريد اي تول، ندوس عليها هنا وبس. كل اللي هتعمله هتضغط ضغطة واحدة بس على العين الحمراء دي، بصوا، ولا كأنه ايه كان في اي حاجة، سحر. بصوا ضغطة واحدة بس، ضغطة واحدة بس بالايه؟ بالماوس، كليك. شفتوا ايه اللي حصل؟ سحر. يبقى بصوا ايه الصورة دي عيوبها ايه؟ هتلاقي وشها مثلا بهتان، في تحسي حبوب اللي هي الصغيرة دي، في مثلا الحسنة دي شكلها مش حلو، الحسنة دي. الحاجات دي بتروح ازاي؟ بصوا عندنا اداة اسمها سبوت هيلينج براش تول وهيلينج براش تول. ايه الفرق ما بينهم؟ هقول لكم دلوقتي. سبوت هيلينج براش تول لو جبناها كده وكبرناها شويه، نكبرها على قد الحسنه دي، بتستخدم للحسنات او للنمش اللي في البشره. ليه؟ لان هي سهله جدا انك انت تدوس على الحاجه اللي لونها غامق، فهي بذكاء، بصوا بذكاء بتشيل اللون الغامق اللي هو يعني هي شافت حاجه غريبه في البشره، اللون ده غامق عن بقيه البشره، فبتعمل ايه؟ بتاخد من البيكسلز اللي حوالينها وتلونها بنفس اللون البيكسلز اللي حوالينها. فهمتوا؟ فبصوا نفس الكلام هنا، بس حاولوا ايه كبروا الصورة وخدوا بالكم، عشان لو عملتوا غلط بتبان جدا ان انت عملت حاجة. فهنا انا مكبره البرش على قدها بالظبط، على قد ما اقدر، على قد الحسنه دي مثلا، وادوس واضغط ضغطه واحده. لو حسيت ان هي فيها حاجه مش طبيعيه ممكن تعمل كنترول زد وترجع تكبر البرش شويه وتقف صح، وممكن تعمل كليك ودراج، تسحب يعني كليك ودراج. فهمتوا؟ فمثلا هنا الجزئيه الحته دي برضو شايفين هي ضغطه واحده بس بتعدل على الحبوب دي او المشاكل اللي في البشره دي. شايفين؟ ضغطه واحده بس اهي عماله اضغط، وممكن تعمل كليك ودراج يعني تسحب، بس حاول انك ما تعملش دراج قوي لان ساعات بتبين. طيب احنا اتفقنا المره اللي فاتت في الدرس اللي فات ان سيمبل اول لاير دي يفضل ان احنا نعملها. ليه؟ علشان لما نيجي نعمل اي تعديل في الصوره وحبينا نرجع فيه نرجع بسهوله جدا. فانا مثلا هعمل لاير اهو واقف عليه وابتدي اكمل المشاكل اللي عندي في البشره. مثلا عندي عندي الجزئيه دي، عندي دي. بصوا شايفين اللاير الجديد اللي انا وقفت عليه؟ هي دي ميزه سيمبل اول لاير، علشان اما اعدل واحب ارجع في التعديل اللي انا فيه اللي انا واقفه عليه. شايفين؟ وممكن كمان نعمل ماسك، في جزء انا عدلت عليه، وبدل ما اقعد اعمل تراجع ممكن بالماسك اشيل الجزء اللي انا مش عاوزاه من هنا. ماسك هيلينج براش، بص لو خدتها، بص لو جيت تشتغل طبعا هنا عايز سيمبل اول لاير، برضو نفس الكلام اهي سيمبل موجوده اهي الكلمه اهي، وتختار من هنا اول لاير اللي تحت. لو اخترت الاثنين التانيين يبقى لا، لازم تقف على اللاير نفسه، فيفضل تستخدم سيمبل اول لاير وتيجي تقف هنا. لو جيت بصوا عملت كده ايه اللي بيحصل؟ هو واخد قبل كده من حاجه قديمه، فبيضغط على الاساس ده. فانت عاوز تاخد مثلا من المناخير دي مثلا حلوه وما فيهاش حبوب ولا اي حاجه، فممكن ناخد منها جزء. بتدوس على الت من الكيبورد وتعمل دراج، تسحب كده، وخدت مثلا عينه من اللون اللي في المناخير ده، وجيت عايزه احط اللون ده هنا مثلا عشان السواد اللي هنا ده، السواد تحت عينيها ده، اعمل كده كليك ودراج اسحب. حسيت ان الموضوع باين جدا، اعمل تراجع، وممكن اصغر البرش شويه عشان ما تبانش معايا ان انا بعمل حاجه. كليك ودراج، شايفين؟ واجي هنا برضو كليك ودراج. احاول على قد ما اقدر اكون حساسه جدا علشان ما تبانش معايا. بصوا طبعا غلطت، اعمل في اللحظه دي كنترول زد ماشي، واعمل هنا برضو كليك ودراج خلاص، واجي هنا برضو كليك ودراج. كليك ودراج يعني كليك بالماوس واسحب خلاص. بصوا الفرق. طبعا كل اللي احنا عدلناه في لاير جديد عشان احنا عاملين سيمبل اول لاير خلاص. عندنا برضو مثلا عايزين الاضاءه بتاعت عينيها دي تظهر، في اداه تانية اسمها داتش تول. الداتش تول ديت بتلعب على اللايت، يعني الاضاءه. هي مثلا عينيها دي
مثلا حسيت ان هي يعني الاضاءه بتاعتها عينيها مصفرة شويه مش عارف ايه، فانت ممكن تفتحها بيها. بصوا لو انت هنا خد بالك لازم هنا تقف على اللاير نفسه عشان مفيش هنا سيمبل لاير، فانت هتقف على اللاير نفسه وتختار من هنا الهايلايت. لو اخترت الهايلايت يعني هيبقى فيه وضوح اكتر في الاضاءه. لو اخترت الميد تونز ده اللي هو الوسط يعني بيدي اضاءه بس مش قويه قوي زي الهايلايتس. الشادو بتبقى اضاءه خفيفه. بصوا دلوقتي انا لو اخترت الهايلايت، بصوا كبرت البرش شويه واكبر كمان من الصوره اكتر عشان اقدر ايه اتعامل اكتر. وهنا لو الاكسبوشر خليته مثلا ل 50 مثلا اهو، ممكن تكتب على طول كمان لو عايز خليها 47 ماشي. بصوا بقى اللي هيحصل، بصوا عينيها تحسوا ان هي بتنور كده، يعني ايه الانعكاس باين. لو طبعا عملت جامد اعمل كنترول زد مره واحده عشان بصوا هتلاقوها لقيتوها طبعا مبالغ فيها. ممكن ايه تقلل شويه، تيجي عند الهيستوري. بصوا انا ضغطت كام ضغطه، فانا ممكن اقلل الايه الضغطات ديت. ايه مثلا ده كده كويس، بصوا العين دي وبصوا العين دي تمام ماشي. لو مش تمام ممكن تقلل شويه الضغطات بتاعتك من الهيستوري. خلاص مثلا حلو كده، الفرق ما بينهم لذيذ. فطبعا هتعمل العين التانية نفس الكلام بالظبط. فدي اللي الداتش تول بتعمل ايه، بتفتح المناطق الفاتحه. اللي عكسها بقى بيرن تول. بيرن تول قولي هستخدمها في ايه؟ هتستخدمها برضو في ممكن في الحاجب، عايز الحاجب بتاعها فيه فراغات عايز تملاه. بس طبعا في طرق تانية كتيرة انا بعملها للحواجب، بس ممكن ايه دي اسرعهم يعني. وممكن كمان تغير البرش كمان اللي انت بتستخدمها من هنا، انك تجيب برش تانية خالص وتستخدمها تكون ماشية مع الحواجب اكتر. مثلا البرش دي اللي شبه الحواجب اهي، وكبرها شوية. لو لقيتها مش باينة كده يبقى هي كبيرة جدا، فتقعد تصغر من الكيبورد من حرف الجيم. طبعا لو حسيت ان هي مش مظبوطة ممكن تقدر تظبطها من ايه. هناخد درس البرش ده لوحده بتظبط من هنا دلوقتي حاليا. اقول لكم بس ايه، يعني مثلا انت دلوقتي البرش دي عايز تجيبها ايه كده بالشكل ده، او بصوا لو عايزها العكس برضو تقدر ايه تعكسها من هنا وهكذا. بصوا لون الحاجب ده ولون الحاجب ده. فهي ايه اللي بيحصل، الداتش تول دي البيرن تول بتغمق لكن الداتش تول بتفتح. فعلى حسب انت الاماكن اللي انت عاوز تعمل لها هايلايت يعني اضاءه، وايه الاماكن اللي عاوز تغمقها شويه. خلاص فمثلا دلوقتي ايه خلي الحاجب يرجع زي ما كان. بصوا ايه الفرق، بصوا الفرق حاجب عامل ازاي. وممكن تغمق بيها برضو العين اللي هي ممكن لو عايز ترجع الاداء من الاول تعمل ريسيت تول من هنا، كليك يمين وتعمل ريسيت تول. خلاص عشان ترجع الاداة زي ما كانت اللي هي اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي اسمها بيرن تول. وتيجي مثلا تصغرها شويه، وممكن تغمق بيها النن اللي هو الاسود ده، عايز تخليه ايه اسود اكتر كده يعني. ممكن برضو ايه تاني الشعر. هنا بس الشعر مثلا فيه فراغات مش حلوه، فممكن نقف كده ونيجي هنا نعمل كده. وخد بالك ايه خلي اللي هنا مثلا خليها اقل من 50 بحيث انها تبان طبيعيه اكتر، ما تبانش ان احنا عاملين حاجه فيها. فشوف ايه الفراغات اللي في شعرها واملاها لها بحيث ان انت ايه يعني تخلي الصوره على قد ما تقدر حلوه. فانتوا بقى عدلوا عليها ايه زي ما انتوا عاوزين. خلاص وجيبوا من الجوجل صور وحاولوا ايه تعدلوا عليها، صور اللي بيبقى فيها حب شباب وفيها نمش والحاجات دي. انا عاوزه اشيل الحاجات اللي هي في الوش دي، اشيلها بايه؟ اللي شاطر يقول بأني السبوت هيلينج براش تول ولا الهيلينج براش تول، وايه الفرق ما بينهم؟ فاكرين الكلام ده؟ فانا دلوقتي عايزه اشيل الحاجات الحبوب الصغيره دي، فانا يفضل استخدم السبوت ايه هيلينج براش تول. سبوت افتكروها من سبوت اللي هي بيركز على نقطه معينه ماشي. اهو بصوا عماله ايه ادوس ضغطه واحده على كل الحبوب اللي في وشها. بصوا وشها ما بقاش فيه مشاكل كتير اهو. وهنا كمان اهي والحسنه دي مش عاوزينها شايفين. طب هنا مين يقول لي دي نعملها بايه؟ بصوا هتلاحظوا هنا كده اللي هو الكاب اللي هي لابساه، هتلاقوا فيه هنا حته خيط جايه هنا في شعرها. ممكن نشيلها بايه؟ برضو ينفع بالسبوت هيلينج براش اهي بضغطه واحده، يا اما نرجع كنترول زد عندنا اداه تانية اللي هي بس تول، ينفع برضو نعمل كده
يعني ينفع بكل الادوات على فكرة. نعمل كده ونرجع نسحبها على شعرها. بصوا اتحلت خلاص. برضو ممكن ب هيلينج براش تول. الهيلينج براش تول قلنا بنعمل ايه؟ نضغط على الالت من الكيبورد ونسحب دراج ونيجي هنا نعمل كده. شفتوا؟ يعني كل الادوات حلت لنا ايه المشكله اهي. طيب بصوا بقى دلوقتي وشها بقى الى حد ما كويس. هو طبعا تقدر تعدل عليه اكتر من كده زي ما اتفقنا. اسنانها، بصوا اسنانها عامله ازاي. اسنانها صفرة جدا ومش حلوه. عندنا ايه بقى الاداه اللي تقدر تعمل لنا السنان؟ انت ممكن تعملها بكذا طريقه. الطريقه الاولى هي انك برضو بالباستول. الباستول دي استخداماتها كتيره. انك تيجي مثلا عند الحته الصفرة دي، طبعا هتكبر على قد ما تقدر وتسحب كده وتظبط، وايه تيجي مثلا هنا في الجزئيه دي وتسحب كده. بس الموضوع هيكون ممل. هو بصوا هي اتحلت وشكلها جميل كمان، بس الموضوع هيكون ممل الى حد ما لو واحده اسنانها كلها بايظه. هنقعد نعمل كده هتبقى مشكله. طب نعمل ايه؟ نعمل حاجه سهله جدا. تعالوا نرجع للهيستوري ونيجي هنا نقف تاني. نرجع زي ما احنا كنا فين؟ اي السبوت. لو دلوقتي طبعا شيلوا القفل من هنا، وعايزين دلوقتي نحل مشكله السنان دي بطريقه سهله جدا. هقول لكم هتيجي باللاسو تول هنا. انا بفضل اللاسو تول عن الكويك سيلكشن تول في الحاله دي، لان انا هعمل ايه؟ انا هعمل تحديد للسنان دي. احددها كده على قد ما اقدر، احدد صح. وبقول لكم الكلام ده ما تملوش من التحديد. ليه؟ لانه لو حددته غلط السنان مش هتبقى مظبوطه بعد كده معاكم صح. انا بصوا هنقص الجزئيه اللي جايه عن الشفايف دي مثلا سيلكشن كده الى حد ما كويس. طبعا مش عاوزين الجزئيه دي بالالت. لو انت واقف على الزائد بالالت عشان تبقى ناقص، وتنقص الجزئيه دي مش عاوزينها. وبرده نفس الكلام نقص الجزئيه دي عشان ما يجيب لناش مين البق نفسه. هنعمل ايه بقى؟ نيجي عند هيو ساتوريشن. هنجيبها منين؟ لو انت عملت هنا اخترت اسينشال ديت وعملت ريسيت اسينشال، هتلاقي هو جاب لك الجزء اللي هنا البانلز اللي كانت هنا مظبوطه. هي المفروض ان الهيو ساتوريشن بتبقى موجوده هنا. لو مش عارف اهي موجوده هنا ادجستمنت هتلاقيها هنا. بس لو انت مش عارف تطلعها من هنا اهي هي دي. لو مش عارف تطلعها من هنا طلعها ازاي؟ هتيجي عند ايمج adjustment على طول. اول ما تيجي تلعب على الوان الصوره هتدخل على ايمج على طول ومين adjustment خلاص، وتيجي تختار مين الهيو ساتوريشن. طب هي ليه مش متاكتفه؟ هقول لكم ليه مش متاكتفه. عشان انا اصلا لما دوست على دي هو ايه دخلني عليها، فانا مش عاوزاها. هرجع امسح اللي هو ايه هو كده مسح لي السلكشن. نعمل ايه عشان نرجع السلكشن بتاعنا؟ نيجي عند قائمه هيستوري ونقف عند اللاسو او السلكشن بتاعنا رجع، ونيجي بقى نعمل ايه؟ قلنا عند image adjustment hue saturation. انت لما تتعلم الفوتوشوب كويس جدا اي مشكله هتظهر لك هتفهم هي جايه ليه المشكله دي، وهتعرف انت تحلها ازاي. دلوقتي انا عاوزه احل مشكله الصفار صح. هقعد بقى هلعب في الالوان وابوظ الدنيا. بصوا لو انا قعدت العب في الالوان بصوا اللي هيحصل للسنان هتبقى ايه؟ هتبوظ خالص. فطبعا نخلي القيمه دي صفر زي ما كانت. وبصوا لو عملت اللايت بصوا ايه اللي حصل. بصوا شايفين؟ طبعا ده غلط. طب نعمل ايه بقى علشان نخلي السنان دي بيضه بطريقه سهله جدا؟ هتيجي هنا بدل ماستر دي هتختار يلو. احنا عايزين نشيل اللون الاصفر اللي في السنان، فهنختار لي يلو. بعد ما اخترت يلو تعالى بس كده عند اللايت عليها. شوف كل ما هتعليها بص اللي هيحصل. انا عليتها 100%. بصوا بقت بيضه ازاي، مش محتاجه خالص تعديل تاني. نقول اوكي على كده بس. وبكده حلينا مشكله السنان وحلينا مشكله الوش كمان. تعالوا بقى ندخل على الصوره دي اللي كلها اصلا مشاكل. الصوره دي نشتغل بايه؟ حد هيقول لي عايز اشتغل بالباستول. هقول له اشتغل بالباستول مفيش مشكله، بس انا شايفه ان الباستول في الصوره دي هتبقى متعبه جدا. طب اعمل ايه؟ افضل حاجه في الصوره دي هي السبوت هيلينج ايه براش. ليه؟ علشان احنا لو بصوا جينا عملنا كده كليك ودراج بس حاول تمشي صح. بصوا ايه اللي بيحصل؟ سحر. كأنها ايه؟ هي بتعالج البيكسلز اللي بايظه دي بالبيكسلز اللي جنبها على طول. هي يعني ايه؟ ذكيه، بتتعامل بذكاء.
هتعمل نفس اللي الباس تول بتعمله، بس الباس تول هتتعبك، هتفضل تنقل من هنا لهنا. فايه على طول ايه استخدم السبوت ايه هيلينج تول. شايفين؟ طب عشان ما اطولش عليكم الفيديو، احنا هنفضل نعمل كله كده بنفس الطريقه. الحته اللي عايز تكبر فيها البرش شويه كبرها شويه، مفيش مشكله. بس طبعا لو دخلت في، بصوا في مشكله هنا، تعمل كنترول زد وتحاول تصغر البرش شويه، اما تمشي شويه شمال شويه. شايفين اهي عشان ما يحصلش معانا ايه مشاكل. طيب بصوا هنا بضغطه واحده، هنا مثلا جزء المناخير ده هيرخم معاك شويه لانه متعب، يبقى لازم تصغر البرش شويه. هنا جزء المناخير ده بقى ممكن مش بالبرش، مش بالسبوت، هنا ممكن تستخدم مين؟ الهيلينج برش. ماشي، علشان السبوت هيلينج برش ممكن يعني تعمل لك مشاكل. فهنيجي ما تنساش تضغط على مين؟ على الت ودراج، تسحب الحته اللي انت عاوز تحطها. انا مثلا هسحب الحته دي عشان هي جنبها، وهاجي اعمل كده عشان تبان طبيعيه. شايفين؟ على قد ما نقدر نعالج المشكله. طبعا هنا باظت معايا، هرجع تاني الت ودراج اسحب الجزء اللي جنبها على قد ما اقدر. بصوا هي الصوره دي متعبه شويه، افضل اعملها بس خلي عندك صبر شويه. بعد ما تظبط المناخير بقى وتظبط كل حاجه فيها، انا عن نفسي عملتها بالسبوت هيلينج بصراحه. المناخير دي عملتها بالسبوت، بس ايه حاول انك تصغر السبوت وتمشي مظبوط، هتغلبك شويه بس في الاخر هتتعدل. طبعا بقيه الوش سهل جدا بالسبوت، على طول على طول ايه. بصوا الودان دي مقطوعه، طب احنا عايزين نخلي الودان دي مش مقطوعه وسليمه، نعمل ايه؟ اني اداه فيهم؟ طبعا السبوت ما تنفعش، الهيلينج برضو ما تنفعش، يبقى مين افضل اداه هنا؟ كونتنت اوير. فاكرينها هي الكونتنت اوير فين هنا؟ اهي كونتنت اوير اهي. يبقى انا هستخدم الاداه الكونتنت اوير، مش فيل بالكونتنت اوير، لا هستخدم الاداه. فانا دلوقتي هاجي عند اكستند. هو انا عايزه ايه؟ اكستند، مش عايزه موف، صح؟ عشان لو موف هيشيل الجزء ده وهيقصه، فلا انا مش عاوزه كده، انا عاوزه الاكستند. وهقول له انا عاوزه الاكستند تجيلي هنا، الجزء ده يجيلي هنا. فهنجيبه كده. بصوا ايه اللي حصل. تقدر كمان تظبطه انك تعمل برضو سيلكت وتعمل ترانسفورم سيلكشن، علشان تقدر تظبط السيلكشن زي ما انت عايز تكبره تصغره تلفه، تعمله بالطريقه اللي تناسبك. واقول اوكي ابلاي واديس سيلكشن. طبعا هنا هتلاقي ايه تحس ان هي فيك شويه او مش مظبوطه. تعمل ايه عشان تظبطها؟ انت تقف على السبوت بعد ما خلاص ظبطنا الودن، عايزين نحس ان هي مفيش فاصل ما بينها وما بين الجزء اللي فوق، نعمل كده. بص هو دمجهم في بعض خلاص. والجزء الاسمر اللي تحت الودن ده نشيله. ماشي، لحد ما الودن كويسه، بس تقدر برضو لسه لو عايز تعدل عليها كمان تقدر تعدل عليها كمان. بس لو عايز تعرف الفرق برضو، بصوا الفرق فرق شاسع. يعني هو في برضو حته تحسها ناقصه هنا، الحته دي تقدر تظبطها بنفس الطريقه. في حاجه حابه اقولها لكم. لو انت دلوقتي عايزه تعملي تصميم انك انت عملت صوره عدلت عليها، فعايزه توري للناس قبل وبعد، هتعمل ايه؟ بصوا عندنا طريقه اللي هي نجيب اداه الكروب. طبعا تقف على الصوره نفسها يفضل، وتعمل اداه الكروب وتدوس عليها كده، تروح تسحب ساحب لغايه ما انت مثلا عاوز، مثلا عاوزه كده، واقول ابلاي، واجي مثلا اعمل اخد الصوره. طبعا يفضل ان انا ما اكونش لعبت في الصوره خالص، عشان توري الناس قبل وبعد. وتروح دايس بالالت عشان يظهر لك العلامه دي، يبقى شكل السهم يبقى ابيض واسود كده، وتروح ساحب الصوره وحطيتها جنبها. عايز الفاصل اللي ما بينهم ده يكون لونه ابيض، تعمل لاير جديد وتنزل تحت كده وتحط اللون الابيض في اللاير ده اللي هو كنترول باك سبيس على طول، عشان يديني اللون اللي هو الباك الخلفي ده، فاداني اللون الابيض. فهمتوا؟ عايزين ما يبقاش في فراغ ما بينهم، تقدر تسحب الصوره كده جنبها، وتيجي برضو عند اداه الكروب وتسحب كده بحيث ان ما يبقاش في فراغ منهم، وتقول ابلود. فهمتوا؟